مش كل قرار بالبعد هجر وتخلي وقسوة. في وقت بيكون قرار البعد علشان نرتاح شوية من كل الضغوط اللي حوالينا، ناخد هدنة ونتنفس براحة وهدوء. وأوقات تانية لأننا بنحس إننا أسرفنا في وجودنا مع القريبين لينا، لدرجة إن وجودنا أصبح ملوش قيمة في نظرهم، أصبح وجود باهت اتعودوا عليه، لدرجة إنهم مبقوش شايفينه ولا مقدرينه. وأوقات بيكون البعد سببه إن طاقتنا خلصت من غير فايدة مع ناس ما بتقدرش. وكتير بيكون البعد لأننا اتوجعنا من أقرب الناس لينا، واتكسرنا من جوانا ومحتاجين نبعد. يمكن نداوي وجعنا ده وننساه ونستعيد نفسنا اللي خسرناها. وأوقات بيكون البعد لأننا حسينا ببرود مشاعر الناس اللي بنحبهم، واللي ضحينا عشانهم كتير، واللي عمرنا ما كنا نتخيل إننا هنهون عليهم. وأصعب بعد بيكون البعد بسبب قسوة اللي بنحبهم وكسرهم لخاطرنا من غير رحمة ولا حتى تأنيب ضمير. وقتها بيكون البعد هو الحل، علشان نحافظ على اللي باقي من كرامتنا وما نقطعش اللي باقي من حبل الود بيننا وبينهم. هي أيام وبنعيشها، ودروس قاسية بنتعلمها، كل يوم بنعيشه بنتعلم فيه درس جديد. دروس معظمها قاسي بنتعلمها ونفهمها وبتغيرنا وتبدلنا، لكن للأسف بنفهمها متأخر بعد ما نكون خسرنا أجمل أيام عمرنا. نصيحة: ضحي علشان اللي حواليك، لكن دايما خلي لتضحيتك حدود. اسعدهم وريحهم، لكن عيش السعادة معهم وارتاح زيهم. بلاش تكون تضحيتك من غير حدود وعلى حساب نفسك وصحتك وأعصابك، لأن اللي بيتعود إنه ياخد منك وبس عمره ما هيفكر إن من حقك أنت كمان تاخد منه.